كان مكمر بالونة حمرا في الشراب وبيصيروا فقسوا من تاني ماتش وقال له انت هتبقى البديل الخامس، ما عنديش مكان للعفيجية، ولو مش عاجبك روح ل WWE. النهارده بيصيروا من الحسنات اللي هي تحسب له فيما بعد انه مش هيورينا دونجا الفترة اللي جاية دي. بيصيروا يقرر تجميد دونجا على الدكة لأجل غير مسمى ومنعه من الظهور في برنامج. قبل تمرين امبارح لنادي الزمالك، المدير الفني البرتغالي بيسيرو اجتمع مع اللعيبه في حضور حازم امام وشيكابالا اللي رجع اخيرا لتدريبات الفريق، والخواجه البرتغالي واجه نبيل عماد دونجا بالمعلومه اللي وصلته من لاعب بالفريق باحتفاظ دونجا ببالونه حمراء داخل شرابه عشان يحتفل بنفخها وفرقعتها في حال تسجيله هدف ردا على إمام عاشور، لذلك خرج عن تركيزه وكان الحلقة الأضعف في الفريق وضيع انفراد مؤكد ولبس إنذار بتدخل متهور ملوش داعي، وكان الزمالك هينقص لاعب لو بيسيرو ما سحبهوش دكة. ولما دونجا أنكر انفعل بيسيرو وحذر دونجا من تكرار حركاته الصبيانية في ظل ولايته، وبيسيرو بلغ مساعده أيمن عبد العزيز بتغيير ترتيب دونجا من مركزه لرقم 6 بعد عبد الله سعيد وشحاتة ومحمد السيد، وعودة ناصر ماهر وأحمد حمدي بعد تعافيهم من الإصابة، وكمان منع ظهوره إعلاميا حتى في برامج مقالب رمضان. وهنا دونجا حط إيده على قلبه بعد ما صور لبرنامج رامز قالوا مصر وقفش تمن الحلقة، وحاليا بيوسط شيكابالا وزيزو يلينوا دماغ الخواجة، ومش مهم يقعد دكة لآخر الموسم، المهم ما يرجعش الكاشات لرامز.